الفنان أحمد عبد العزيز في ورطة جديدة مع الجمهور، مرة مش عايز يسلم على واحد والمرة التانية مش عايز يتصور مع واحد. تعال أقول لك إيه اللي حصل. مش أول وقعة للفنان أحمد عبد العزيز مع الجمهور، ولكن الوقعة الأخيرة اللي حصلت واحد بيمدله إيده عشان يسلم عليه، راح تجاهله تماما ومشي. وفي نفس الواقعة دي برضه واحد جاي يتصور معاه فبيحط إيده على كتفه، وإن كان برضه أنا بسمي ده تعدي من المعجب ده، ولكن حاول يحط إيده على كتفه وقال له أنت بتحط إيدي على كتفي يعني ليه؟ وما كانش عايز يتصور معاه. طبعا الناس قلبت الدنيا على السوشيال ميديا ووصفوه ان هو مغرور، ولكن احقاقا للحق برضه كان في مداخلة تليفونية مع احد القنوات الفضائية، والفنان احمد عبد العزيز وضح ان هو ما خدش باله من الشاب اللي مديله ايده عشان يسلم عليه، وقال ده زي ابني وانا لو كنت خدت بالي كنت سلمت عليه. ده كلام الفنان احمد عبد العزيز، اقتنعت بيه او ما اقتنعتش انا بنقلك بس الخبر. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات، تفتكروا هل الفنان احمد عبد العزيز هو فعلا مغرور ولا ما بياخدش باله؟